السلام عليكم حبيباتي، نتمنى ان شاء الله كامل تكونوا بخير وتكونوا كامل امهنيين. اليوم راح نحضر معاكم هذا البوراك بالسلق. واش نقول لكم يا البنات، خبوا هذه الوصفه في عينيكم، خبوها لرمضان، لانه هذا البوراك بالسلق من اروع ما يكون، يجي بزاف بزاف بنين. ديرونا برك الجام والكومونتير اللي حلو لي كيما نتوما، وروحوا تشوفوا طريقه التحضير اللي راح يكون اكثر من سهل. نقولوا بسم الله وعلى بركه الله. اول حاجه كانت عندي حبه بصله متوسطه، درت لها شويه تاع الزيت وشويه تاع الثوم، وقليتها مع شويه تاع الملح وفلفل الكحل. بعد ما بدا يتكرمل لي البصل ديالي مع هذاك الثوم وكلش، حطيت هنا كان عندي دجاج مفروم مكونجلي، حطيت قطعتين منه كيما راكم تشوفوا حبيباتي، مع زوج سنات تاع الثوم رابيوهم فوق البصل، راح تعطيكم بنه على بنه. راح نديروا شويه تاع الكمون، راح نديروا توابل الدجاج، واكيد قلت لكم فلفل الكحل. بعد نروح نجيب ربطة تاع السلق بعد ما نكون نقيتها ونحيت لها هذوك الأغصان الخشان، واحتفظت بالأوراق هكذا حبيباتي. نحطهم فوق البصل ديالي والدجاج ونخليهم يذوبوا. كيما على بالكم البصل عفوا السلق ما فيهش الروح، ليه يذوب معاكم ويولي كمية بزاف قليلة. نقلي فيه البنات مع البصل، ونزيد كمية لا بأس بها من كريمة طازجة هكذا غالياتي، ونخلي هذيك الكريمه تغلي وتتشرب مع السلق والدجاج والبصل. وراح ندير هنايا 3 قطع من الجبن، خيرو يكون نوع من الجبن بنين، واكيد لي زيبيس كنت ذكرتهم من قبل هكذا غالياتي. وراح نخليها يعني تعقد مع هذيك لا كريم فريش. أنا البنات من جهة أخرى جبت ديول دياولي بهذه الطريقة. كما العادة والعوايد نشكلوا حبة البوراك بهذيك لافاغس، تحبوا هنايا تضيفوا لها أجبان أخرى، تحبوا ما ديروا لهاش أنا كنت اكتفيت إلا بهاد لافاغس اللي شتوها معايا، لأنه كنت حطيت لها ديجا الفخوماج في لافاغس. من بعد زيت تكون سخونة وما تكونش معمرة بزاف في المقلاة، نقلي البوراك ديالي يعني ساهل معاه. وفي الاخير البوراك تاعي راه واجد، نقول لكم جا يقتل بالبنه، بسم الله ما شاء الله، مع واحد القرمشه اكيد. والبنه واش نقول لكم يا البنات، يعني بوراك تاع السلق من اروع البوراك اللي ذوقته اليوم. نقول لكم جربوه في شعبان، يعني رانا في شعبان، راح نصوموا ان شاء الله، ربي يتقبل منا ومنكم باذن الله. جربوه وردوا لي بالاخبار بهذه الطريقه اللي راح يكون اكثر من رائع. نقول لكم وصلنا الى نهايه وصفه اليوم، تهلاو في روحكم، تلقاو ان شاء الله في فيديو اخر بحول الله. سلام.